اسمح لي أقولك على حاجة يمكن هتضايقك شوية ويؤسفني والله إن أقولك كمصري حاجة زي كده. بس انت اتضحك عليك كتير قوي، وده في حالة إنك لسه لحد دلوقتي بتقول على أجدادك المصريين القدماء كلمة فراعنة، وما تعرفش إن كلمة فراعنة دي غلط جدا وملهاش أي أساس من الصحة ولا حتى اتذكرت في أي أثر من الآثار المصرية القديمة. ومع ذلك وللأسف معظم الناس لسه بتقولها. هقولك كل الآراء حوالين كلمة فرعون دي جت منين وأصلها إيه بالظبط وكل ده. ولكن الأول لازم نعرف معلومة مهمة جدا، وهي إن الملوك المصريين القدماء كان ليهم ألقاب رسمية بيلقبوا بيها بمجرد ما يتولوا العرش، وده غير كلمة فراعنة دي تماما. وأكيد كل لقب فيهم هيكون ليه أهمية وليه قصة وبيشير لحاجة معينة، وطبعا الكلام ده بعد ما تم توحيد البلاد وجمع السلطة في إيد حاكم واحد فقط. الألقاب دي ظهرت من عصور ما قبل الأسرات، وتحديدا من عهد الملك العقرب، يعني من حوالي 3200 قبل الميلاد كده. يعني من آلاف السنين وأجدادنا المصريين محددين ألقاب لنفسهم، وإحنا نيجي دلوقتي نقول عليهم فراعنة، ده حتى عيب في حقنا والله. الألقاب دي عددها بالظبط 5 ألقاب خدهم كل ملك من ملوك مصر القديمة، وكل لقب فيهم بيتكتب ووراه خرطوش باسم الملك التابع للقب ده. يعني بالظبط زي دلوقتي كده الشخص بيكون ليه اسم معين معروف بيه، وبنديله احنا بقى كذا اسم تاني كدلع عليه كده. أول لقب فيهم هو اللقب الحوري، وده كان أول لقب ملكي يظهر في مصر القديمة، وكان بيكتب جوه مستطيل اسمه السرخ، وبينطق باللغة المصرية القديمة حر، وبالقبطية حور، وباليونانية حورس. واللقب ده كان بيلقب بيه الملك بمجرد ما يقعد على كرسي العرش. طب لو جينا بقى نحدد نوع اللقب ده، أكيد هيبقى لقب ديني، لأن معنى اللقب المنتمي لحورس. اشمعنى حورس؟ لأن بعد موت أبوه أزير اتنقلت شرعية الحكم لابنه حورس، وحورس ده كان آخر الآلهة البشرية اللي حكمت الأرض، فبالتالي اتنقل الحكم بعده من الآلهة للملوك، واعتبروا الملوك دول من سلالة الآلهة وأبناء ليهم. فمعنى إن الملك ياخد اللقب الحوري إنه أصبح هو والمعبود حورس وجهين لعملة واحدة. حورس هو رب الملكية في السماء، والملك هو الصورة الحية لحورس على الأرض. اللقب التاني هو اللقب النبتي، اللي ظهر في عهد الملك جيت خامس ملوك الأسرة الأولى، واللي أخد شكل أنثى النسر اللي هي رمز الجنوب المعبودة نغبت، وجنبه شكل حية الكبرى رمز الشمال المعبودة وادجت. وبالنسبة لنوع اللقب فهو برضو لقب ديني، لأنه بيعبر عن علاقة الملك بالإلهتين الحاميتين للجنوب والشمال، أو الصعيد والدلتا، أو الوجهين القبلي والبحري، أو مصر العليا والسفلى. وكل ده بيدل على إنهم بيحموا الملك وبيدعموه وبيحكم البلاد تحت حمايتهم. وتالت لقب هو لقب التتويج أو اللقب النسوبيتي، وده ظهر في عهد الملك دين سادس ملوك الأسرة الأولى، وأخد شكل نبات السوت اللي هو رمز الجنوب، والنحلة رمز الشمال. وده طبعا لقب سياسي من الدرجة الأولى، لأن معناه اصطلاحيا ملك مصر العليا والسفلى، وبيشير لامتداد حكم الملك على كامل أرض مصر، وكان بيلقب به الملك يوم تتويجه أو يوم توليه الحكم. اللقب الرابع اسمه حر نبو، يعني حور الذهبي أو حور المنتصر، واللقب ده في البداية كان اسمه رع نوب بمعنى راعي الذهبي، وبعد كده اتطور وأصبح حر نوب بمعنى حور الذهبي، أو في معنى تاني أصح وهو حورس المنتصر على ست. وده لأن مؤخرا اكتشفنا إن العلامة اللي بتدل على الذهب في اللغة هي تحريف لكلمة مصرية قديمة اسمها نوبت، ونوبت كانت بتشير لمركز عبادة المعبود ست اللي هي حاليا في طوخ مركز نقادة محافظة قنا. فمعنى إن المعبود حورس يقف على مركز عبادة المعبود ست إنه انتصر عليه. واتطور بعد كده اللقب من حر نوب إلى حر نبو. وفي رأي تاني بقى بيقول إن اللقب ده لقب اقتصادي عشان وجود كلمة الذهب دي، وإنه بيعبر عن حالة البلاد الاقتصادية في عهد كل ملك. وآخر لقب هو لقب الميلاد، أو باللغة المصرية القديمة سارع، ومعناه ابن رع، وده اللقب الوحيد اللي كان بياخده الملك أول ما يتولد، وهو أمير صغير كده من قبل حتى ما يتولى العرش. وده أكيد برضو لقب ديني، لأنه بيأسس علاقة مباشرة بين الملكية الأرضية وإله الشمس رع. كده احنا عرفنا الألقاب الملكية الخمسة بكل تفاصيلهم. هل بقى اتذكر فيهم أي أثر لكلمة فرعون دي؟ لا، ما اتذكرش. امال احنا جبناها منين بقى الكلمة دي وبنحشرها دايما كده قبل اسم كل ملك ومفيش اي تفسير لوجودها اصلا؟ والغلط الاكبر بقى ان ناس كتير جدا بينسبوا كلمة فرعون دي للتركيب اللي موجود جوه الخرطوش اللي قدامك ده،
برعاو، ولو ترجمناها بالمعنى الحرفي هنلاقي معناها البيت العظيم أو القصر العظيم. فهم خدوا الكلمتين دول وقالوا إنهم اتطوروا بعد كده، واتشال حرف الباء واتحط بداله فاء في اللغة العبرية، وبعدين اتضاف حرف النون في اللغة العربية، فظهر لنا لقب فرعون. طب جبتوا منين برضو الكلام ده؟ هل في أي مصدر أو أثر مصري قديم بيأكد الكلام ده؟ لا مفيش، بس احنا سمعنا اللي قبلنا قالوا كده فمشينا ورا كلامهم. طيب بالعقل كده لو هنفترض إن كلمة فرعون دي لقب وأصله برعو، ايه بقى اللي يخلي اللقب يتكتب جوه خرطوش، في حالة ان زي ما كلنا عارفين الخرطوش ده بيتكتب جواه اسماء وليس القاب، والفرق بينهم كبير جدا. ولو دققتوا شوية كمان هتلاقوا ان في مخصص راجل بعد كلمة برعو، وده دليل اقوى على ان اللي مكتوب جوه الخرطوش اسم مش لقب. طب حد هيقولي بقى دلوقتي على كلامك ده ان برعا ده اسم شخص معين او ملك معين، هقولك لا برضو مش ده قصدي. النقش اللي قدامك ده موجود في معبد فيلا واتكتب في العصر الروماني، فبديهي جدا ان في الفترة دي كان الحكام اجانب يعني اغريق او رومان، وكان معروف عنهم انهم ما كانوش بيكتبوا اسمائهم جوه الخرطوش. كانوا بيعملوا حاجة من الاتنين، يا إما كانوا بيسيبوا الخرطوش فاضي ويجيبوا بلاطة من الفضة ويكتبوا عليها اسم الملك الحاكم في الوقت ده، وبعد ما يموت يشيلوا البلاطة ويغيروها باسم الملك اللي بعده وهكذا. يا إما كانوا بيستبدلوا أسماء الملوك بكلمة برعو كإشارة لاسم مؤسسة القصر الملكي، وده غالبا لأن كان بيبقى فيه نزاعات كتير جدا على الحكم بين الملوك الأجانب وبعضهم، فالفنان أو النحات ما كانش بيبقى عارف بالظبط مين الملك الحاكم في الفترة دي، فبيستبدل اسم الملك بكلمة برعو كناية عن إن القصر الملكي هو اللي بيحكم من غير ما يتذكر اسم أي شخص معين. وفي النهاية يا رب أكون قدرت أوصل لكم المعلومة وأثبت لكم إن كلمة فرعون مش أصلها برعة، وإن برعة مش لقب، والأهم من كل ده إن كلمة فراعنة ملهاش أي أساس من الصحة ولا ليها علاقة بأجدادنا المصريين القدماء.